أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار الدايت وحلقة بعنوان كيف أفطر من غير ما أتخن. على الإفطار اضرب. هنقسم الفطار على كذا خطوة، وأول خطوة معانا لما نسمع أذان المغرب. طبعا بعد يوم طويل جسمك أكتر حاجة محتاجها هي المية والسكريات، فأول حاجة هنفطر على مية من كوباية لكوبايتين، وبرضه هناخد تمرة لحد 3 تمرات، وهنحط مع التمرة من نص كوباية لبن لكوباية لبن كاملة. طيب ليه اللبن؟ اولا عشان بيقلل امتصاص السكر او بيبطئ من امتصاص السكر اللي موجودة في التمر، واتنين عشان موجود فيه كمية من المعادن والفيتامينات اللي جسمنا محتاجها بعد فقدها خلال اليوم. تاني خطوة وهي بعد صلاة المغرب، اول حاجة كده هنشرب حاجة دافية تهدي معانا المعدة وتخليها مستعدة لعملية الهضم، وابسط واسهل حاجة دافية ناخدها هي الشوربة. وممكن لو في امكانية يبقى ممكن ناخد ينسون، نعناع، تليو، اي حاجة دافية بنفضلها. بعد كده هندخل على السلطة عشان ما تعليش الانسولين. السلطة دي هناخد النشويات بتاعتنا سواء رز، مكرونة، عيش، اي حاجة من الحاجات دي. وبعدين هناخد البروتين بتاعتنا. بس ستوب، هنا في مدرستين، مدرسة بتقولك ان انت ممكن تاخد البروتين معاها، وفي مدرسة وهي المدرسة الاصح ان انت تفصل بين البروتين والنشويات. عشان ايه؟ اولا لان البروتين بياخد وقت على الهضم، فممكن يعمل مشاكل اثناء عملية الهضم ويعمل خمول، هيحسسك بالامتلاء جامد، فهيخليك تحس انك خامل كده وتعبان وهمدان. برضو هيعمل مشاكل وتقلصات ويعمل مغص ويعمل انتفاخات ويعمل حاجات رهيبة لو اتاخد مع الأكل. ليه؟ لأنه هيبطئ من عملية الهضم، فهيخلي الأكل في المعدة لأطول فترة ممكنة لحد هو ما يتهضم. ثانيا عشان برضو البروتين بيعلي الانسولين مع النشويات، فانا لما احط نشويات بتعلي الانسولين جدا وبحط بروتين برضو بيعلي الانسولين، فده هيخلي كمية الانسولين اللي خارجة من الجسم عالية جدا. طيب انا دلوقتي عندي المقدرة ان افصل بين النشويات والبروتين، لاني مش معزوم، مش باكل في مطعم، انا قاعدة في البيت، فممكن افصل بين الاتنين. فهاكل البروتين امتى؟ هاكل البروتين قبل صلاة التراويح او بعد الفطار من ساعة لساعتين بعد صلاة التراويح، ولأن صلاة التراويح بتعتبر حركة وبتعتبر نوع من أنواع الرياضة، فأنا ممكن أخد بعديها سناك وهي التمر. وطبعا لازم أشرب مية كتير جدا من بعد الفطار لحد السحور، بمعدل مثلا كل ساعة ناخد كوباية لكوبايتين، كل واحد برضو على حسب وزنه. لكل 30 كيلو من جسمنا بناخد 1 لتر. كنت معاكم أنا الدكتورة أسماء فرحات، أخصائية التغذية العلاجية للسمنة والنحافة في نشرة أخبار الدايت. لو بتسمعونا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس.